بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز بشق الأنفس، فوز بصعوبة، ولكن هنقول ده الطبيعي لأن في ماتش يوم الجمعة اللي جاية، ماتش صعب جدا، فأكيد كله بيفكر فيه إلا المدرب. يعني كله بيفكر فيه، لعيبة، إداريين، مجلس إدارة، جماهير، كله بيفكر في المباراة اللي جاية بتاعت السوبر الا المدرب اللي واقف على الخط ده، اللي كل قراراته فاشله، كل اختياراته فاشله. راجل ما بيعرفش يقرا الجيم، راجل ما بيعرفش يغير، راجل ما بيعرفش يعمل تشكيل متوازن متوافق ان هو يقدر يخلي فرقه نادي الزمالك شخصيه. بصراحه الراجل ده شكله كده، شكله والله اعلم اخر الماتش اللي جاي. ده احساسي انا، ماليش دعوه بحد، بس انا بقول احساسي. وممكن تضرب معاه ويكسب، يعني ممكن تضرب معاه ويكسب، بس انا احساسي ككوره في المجمل العام بالفتره اللي فاتت، بالفتره اللي هي بتاعه الكاس، لما ساب الدنيا وقال لك انا هلعب بالناشئين، وبعد كده ادى للعيبه الكبيره الراحه بناء على ايه ما اعرفش. واضح النهارده ان اللعيبه من بدايه الشوط الثاني بيجرجروا في رجليهم. عبد الله السعيد من اول المباراه، الماتش اللي فات احنا اشدنا بيه وقلنا والله زمان يا عبد الله ورجعت ايامك. النهارده شكله المباراه اللي فاتت مأثره عليه، النهارده مش قادر يشيل رجله، لا هو ولا دونجا. واضح قوي في الملعب ان هما الاتنين كانوا نقطه ضعف في حته الضغط على المنافس اللي هو اصلا فريق ضعيف جدا، ولكن انت اديته الفرصه ان هو يروح للجون ويجيب في الجون من كرة ثابته الشوط الثاني. فهو مش قادر يقرا الكلام ده. حتى لما جه غير ناصر ماهر وعبد الله السعيد. سيب واحد يابا في الملعب. انت من البدايه لازم تغير دونجا وتنزل زياد جمال وتدخل محمد شحاته وتنزل احمد محمود. ده من البدايه خالص، يعني من البدايه دونجا يخرج وعبد الله السعيد، وتدخل زياد كمال ومحمد شحاته اتنين في نص الملعب، وتسيب ناصر ماهر قدامهم وتدخل احمد محمود وماشي. بعد كده تغير حسام اشرف، ما عندناش مشكله. تغير مصطفى شلبي اللي انت متمسك بيه، اللي الشوط الثاني ما شفناهوش بصراحه يعني. ولكن شوط اولاني عشان الفرقه الثانيه واقفه بس منظمه، واقفه. مش هقول لك فرق الكوره والفرقه تخوف، لان هم لو فرقه تخوف كان كل هجمه على نادي الزمالك الشوط الاولاني تسبب خطوره او يجيبوا جوان ويصنعوا فرص. ولكن عشان فرقه ضعيفه ما حصلش الكلام ده، بس هم واقفين صح، مقفلين صح. فانت عندك زيزو مش موجود، عندك مصطفى شلبي مش موجود، الجزيري مش موجود، ناصر ماهر ياه على فترات هو اللي بيحاول، عبد الله السعيد مش موجود، دونجا مش موجود، عمر جابر نجم المباراه ويمكن نجم المباراه، بس النهارده مصطفى شلبي كان قافل عليه في بعض الكرات كتير قوي، لان كان مصطفى بيبقى فاتح على الخط، فما بيدلوش المساحه ان هو يعمل الاوفرلاب من وراه او يطلع كتير، لان عارف ان مصطفى بيشغل الحته دي، الا يعني في حاجات بسيطه كده معينه كان هو اللي بيعمل الاوفرلاب من ورا، بس على استحياء يعني. انما الناحيه الثانيه زيزو محمد شحاته الاثنين بيلعبوا ويقطموا لجوه، ياخدوا الكره ويقطموا لجوه، ياخدوا، فاتحفظوا الشوط الاولاني، فعشان كده مفيش خطوره. والجزيري معذور لان بيتحرك يمين وشمال، مفيش حد بيحط له الكرات اللي هي البينيه اللي هي من ورا الديفنس. فمجمل الشوط الاولاني كله كان عقيم وعشوائي، والراجل مش عارف يقرا الجيم. جينا الشوط الثاني نفس الريتم ونفس الكلام ده، لغايه ما عمر جابر استلم واحده في نص الملعب بمجهود فردي، عملها لمسه واحده، وبعد كده عمل الاوفرلاب من ورا مصطفى شلبي، قام جاي حاططها له، عمل الاوفر، راحت لزيزو، زيزو حطها ولا اروع من كده. يعني هي جايه له مقشره، لان هي جايه نازله، مش جايه كروس، جايه نازله كده، فهو ده اللي سهلها على زيزو انه يحطها ببطن رجله في البعيده. ده الجون الاولاني، وقلنا خلاص بقى الفرقه الثانيه هتفك وهتبدا بقى تتخلى عن الحذر الدفاعي بتاعها،
وهيبداوا يهاجموا عشوائي. هوب ضغطه من زيزو راحت لناصر ماهر جاب الجون الثاني. قلنا خلاص بقى كده هنتفرج على الفن والهندسه، لا شفنا فن ولا هندسه. وجه الراجل بقى قام جاي بتغييراته العقيمه، طلع ناصر ماهر اللي هو يعتبر بعد عمر جابر احسن واحد في الملعب. كان طبعا نجم المباراه عمر جابر، بعديه على طول كان ناصر ماهر. قام جاي مطلع عبد الله السعيد وحاطط مصطفى شلبي وحسام اشرف وزيزو وشيكابالا، الاربعه في حته واحده. طب ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه وده بيلعب ايه؟ عشان كده بقى لعب عامل زي بالظبط طبق الكشري. عارف طبق الكشري اللي هو بيبقى فيه كل الاصناف، وانت لما تاكله ما تستطعمش. ليه؟ مش عارف لا تستطعم بالمكرونه ولا الرز ولا العدس ولا البصل ولا الحمص الشام ولا الصلصه ولا الشطه ولا الدقه، كله على بعضه كده بتاكل كشري وخلاص. انت الاربعه موجودين وكلهم خليط واحد يعني. وبعد كده بقى عامل لي مش عارف زياد كمال غير ومش عارف طلع بعد كده دونجا، وبعد كده يعني تغييرات كلها مش في محلها ومش في اماكنها. والجون اللي دخل في نادي الزمالك يسأل عنه الزناري والمسلوسي. رقم واحد المسلوسي لان هي معديه من قدامه، رقم اتنين الزناري اللي مأخرك. ايه اللي مأخرك؟ يعني انت متأخر ليه وسايب الراجل ده لوحده ليه؟ هو الراجل اللي جاي من بعيد هو الاخطر ولا الراجل اللي واقف في السكس يارد الاخطر؟ ماشي، انت مش متوقع ان هي تعدي من المسلوسي، لا اتوقع ان هي تعدي. اعمل انت الصح، خش انت قبل الراجل ده قبليه بخطوه، لو عدت من المسلوسي تبقى بتاعتك. انما ما بقاش في جاب بينك، يعني في حد بينك وبين المسلوسي ويخش يجيبها جون بالشكل ده. ف الوضع العام يخوف. يعني الشكل النهارده بتاع نادي الزمالك بالذات الاثنين اللي في السره عبد الله السعيد ودونجا، كله كوره. انت هتلاعب الاهلي الماتش اللي جاي، مش هتلاعب الفرقه دي، هتلاعب الاهلي اللي هو بيروح على الجون على طول. فلو ما كانش الاثنين دولت وتحديدا انا بقول اهو من دلوقتي دونجا ومحمد شحاته يبقوا في نص الملعب في السره دي، سره نص الملعب عشان يقفلوها، لان ده جاب من اكتر الاماكن اللي توصل للجون في ثانيه. وانت عندهم لعيبه كويسه في النادي الاهلي بيعرفوا يروحوا من الحته دي، فانت لازم تقف في الحته دي مع الاثنين مساكين اللي ورا دولت اللي ما بيمسكوش خالص، اللي ما لهمش دعوه بالمسك. ده يمسك كوره ويعمل كده ويعمل كده، انما حته الرقابه والالتحام ويلزق في المهاجم، يبقى صدره في ظهر المهاجم، ما فيش الكلام ده. ما بيمسكوش خالص وما لهمش دعوه بالكلام ده، والجون خير دليل على الكلام ده. ولكن هنقول ده طبيعي ان اللعيبه خايفه على رجليها. احنا اللي هنقول او انا اللي هقول بيفكروا في ماتش الاهلي اكتر ما بيفكروا في ماتش النهارده، لان هم كسبانين الماتش الاولاني 1-0 وجايين ضامنين. فممكن تقول ايه؟ ان هم بيلعبوا باقل مجهود، مش عايزين يخسروا البدني بتاعهم ويرهقوا ويبقوا مرهقين في ماتش الاهلي، فبيلعبوا يواش يواش. انما انا شايف ان في مباراه زي دي كان لازم يدوس عشان يدي طمأنينة لنفسه اولا، ثم النادي، ثم الجماهيره. لا مدربه لا، واخد بالك؟ يعني يدي احساس اللعيبه النهارده، تدي احساس ان في اصرار وفي عزيمه ان احنا بنعمل البروفه الاخيره عشان ماتش الاهلي، عشان جماهيرنا تطمن، عشان انا الثقه بتاعتي ترجع لي، لانك لسه فاضل اسبوع. النهارده الجمعه والماتش الجمعه الجاي، فانت دوس وطلع اعلى ما عندك. اولا انت لسه راجع، يعني لسه بتقول يا هادف فتره الاعداد، فماتش زي ده كميه الجري اللي هتجريها هيديك باور ويدخلك للفورمه. مش هقول لك الفورمه كامله يعني، يعني مثلا هنقول يزودك 10% عن الماتشين اللي فاتوا، اللي هو ماتش النهارده والماتش اللي فات اللي هم اول ماتشات ليك في الدوري. فماتش النهارده ده لو انت دوست فيه شويه كان اداك باور اعلى شويه ان انت تخش على ماتش الاهلي الى حد ما 60% 65% من البدني بتاعك يعني. وفي بدايه الموسم، لان نفس الكلام النادي الاهلي نفسك عمل برضه فتره اعداد زيك وما لحقش، ولكن انتوا الاثنين تستغلوا الماتشين دول، سواء الاهلي الماتش اللي فات او الماتش بتاع بكره،
وانت كان نفس النظام. ماتش النهارده والماتش اللي فات كنتوا تدوسوا فيه جامد، بحيث ان انتوا قبل ماتش الاهلي يبقى انت الى حد ما دخلت 60% 65 من البدني بتاعك ومن الحاله الذهنيه والبدنيه والفنيه، عشان تطمن جماهيرك ان انت داخل على ماتش كبير، ماتش بطوله، ماتش من مباراه واحده، اللي هيكسب هيشيل الكاس ويجري. وبعدين دوت سوبر افريقي، يعني مش مثلا سوبر مصري ولا بتاع، لا ده سوبر افريقي بيتحط في التاريخ. هي ماتشات الاهلي والزمالك عموما بتتحط في التاريخ، حتى لو هي فرقه حسمت الدوري، خدت الكاس، خدت يعني هي الماتشات دي لوحديها ماتشات بطوله يعني. فماتش النهارده هنقول ان هم بيقولوا ان بنلعب يواش يواش عشان بنفكر في ماتش الاهلي، وده غلط. وكان لازم المدير الفني، ومش المدير الفني كمان، هنقول عبد الواحد السيد كان لازم يشد اللعيبه ان العب الماتش ده، خده بجديه عشان توصل لفورمه الى حد ما قبل ماتش الاهلي، عشان تطمن نفسك وتطمن جماهيرك. يعني الجون بيخش اهو، مفيش حد ماسك الراجل رقم 29 ده نهائي نهائي، يعني محدش ماسكه خالص. يعني فين الزناري وفين ده المصوصي بيوطي. يعني انا بشوف الجون هو بيتعدى، هو المصوصي بيوطي، اللي هو المدافع اللي المفروض يطلع اعلى حاجه عشان ان هي الكره دي ده هو بيوطي، والتاني لسه جاي من ورا. يعني انا اشيل للمسلوسي في الجون دوت نسبه 75%، وال 25 للزناري اللي هو واقف ورا. واقف ورا ليه؟ وبعدين عملوا واحده تانية، ده عملوا تريكه كده، هوب خد الراجل على صدره، لو حطاه ببط رجله في الجون جون. وكنا عانينا بقى اخر 10 دقايق من الهجمات بقى، وكانت بس تروح فيهم، وقال لك لا احنا ممكن نجيب التالت عشان نخرج الزمالك، ولكن ربنا ستر. على العموم ماتش باقل مجهود، ماتش يسد النفس، ولكن بروفة مش مطمئنه. يعني قبل ماتش الاهلي مش مطمئنه. وانا بقول لك عن نفسي انا حاسس ان المدرب بتاع نادي الزمالك جوميز ده متهيألي ان اخر ماتش له الماتش اللي جاي، الا اذا بقى ربنا كان رايد حاجه تانية يعني. لان الراجل بالعك اللي هو بيعمله ده بصراحه ما يكسبش مركز شباب يعني. على العموم مبروك للزمالك وجماهيره، تخطي الدور دوت، وان شاء الله باذن الله يكمل في البطوله. ونشوف بقى ان شاء الله الزمالك في ماتش الاهلي يوم الجمعه على السوبر الافريقي. ونتمنى التوفيق للفرقتين، واللي يلعب ويكون احسن هو اللي هيبقى الفوز حليفه. ان شاء الله اشوفكم باذن الله بكره بعد مباراه النادي الاهلي بفيديو جديد، نحلل مباراه الاهلي ونقول ايه اللي حصل، وهل مباراه القمه بعد ماتش النهارده وماتش بكره بتاع النادي الاهلي ممكن تتحسم، ولا هنستنى ونقول ان المباراه دي ملهاش مقاييس بغض النظر عن الاهلي وحش او الزمالك وحش، دي ما بتخضعش للمقاييس دي، الا اذا شفنا حاجه بكره مختلفه مع النادي الاهلي نشوفها يوم الجمعه مع نادي الزمالك. هنقول بقى ان خلاص حته ان ايه 50-50 دي لا، هيبقى الفايق هو اللي بيكسب. بس ما اعتقدش يعني هتفضل طول عمرها. انا بقول لك 50-50، وخاف اكتر من الفرقه اللي بتكون وحشه قبل مباريات القمه. انت تخاف قوي يعني. انا هفكركم بحاجه، اخر حاجه مش هنروح لبعيد خالص. الماتش اللي هو كان في لوسيل في قطر قبل كاس العالم، لما النادي الاهلي كان بيلعب نادي الزمالك، هيلعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك عنده بن شرقي وعنده ما اعرفش زكريا الوردي، وقعدوا يعدوا وشيكابالا وما اعرفش والجزيري وزيزو وواحد 2 3 4 كانوا بيعدوا كده ان الزمالك هيكسب 4-5، زيزو هيجيب جونين، بن شرقي جونين، الجزيري جون او جونين، شيكابالا جون، يعني كانوا بايه كده. وفجأة رحنا واتفرجنا على المباراة، الاهلي كسب 2-0. الجون الاول اللي هو برونو سافيو، والجون الثاني كان كريم فؤاد الله يشفيه، فاكرين؟ وكان النادي الاهلي بنفس ظروف نادي الزمالك كده، وكان خسران دوري، وكان لسه جايبين كولر ده لسه جاي جديد، والدنيا ملطشه ومرعوبين وخايفين. ولكن طلعنا وقلنا ان المباراه دي ما بتخضعش للمقاييس ان مين حلو ومين وحش.
اتمنى ان شاء الله مباراه تكون جميله ان شاء الله بكره، وان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي بكره، وان شاء الله نشوف مباراه اجمل ان شاء الله يوم الجمعه تليق بسمعه مصر. اشوفكم بكره باذن الله. السلام عليكم.